يا سادة يا كرام، اسمعوا مني الحكاية اللي بدايتها غموض ونهايتها أسرار. حكاية بتبدأ في ليلة ضلمة ومطارها شغال والقلوب بتدق طبول الخوف. غريب كان لسه خارج من بيته بقاله يدوب 10 دقايق والمكان بعيد وضلمة كحل. فمين ده اللي بيخبط على الباب في نص الليل؟ ومين اللي عارف مكانهم أصلا؟ الكل جوه البيت كتم نفسه ومحدش رد، لكن الصوت اللي بره اتكلم وقال: افتح يا هارلان، أنا ترينت من اسم الشرطة، عايز أتكلم معاك كلمتين، ما تخافش. ترينت كمل كلامه بنبرة هادية وقال إنه حس إنه كان قاسي وعصبي زيادة عن اللزوم مع هارلين لما كانوا في الاسم، وجاي يعتذر ويصفي النفوس. هارلين بقلبه الأبيض وطيبته الزايدة صدق الكلام وحس إن الراجل فعلا ندمان، فقام وفتح الباب وخرج عشان يكلمه ويقبل اعتذاره. لكن يا فرحة ما تمت ويا ريته ما خرج. أول ما رجله خطت بره عتبة البيت الوش الطيب اختفى، وترينت انقض عليه زي الوحش المفترس وزقه بقوة ولزقه في حيطة البيت. طلع ان ترينت كان شايل غل وحقد في قلبه من ساعة ما غريت بهدله وهزقه قدام زمايله في القسم، فقرر يستغل غياب الأب ويجي يطلع غله ونقصه في ابنه وهو لوحده، وهو مش عارف انه بيلعب مع النار، وان هارلين مش مجرد شاب مراهق ضعيف زي ما هو فاكر. هارلين اتصدم من الغدر بس قدر يفلت من قبضة ترينت وجري جوه البيت بسرعة وهو بينهج، وقال لهم بصوت يترعش: المستذهبين رجعوا تاني. من غير تفكير لونا سحبت تليفونها واتصلت بأبوها غريت وهي بتصرخ: الحقنا يا بابا. أول ما غريت سمع سيرة المستذعبين والخطر فرمل عربيته في نص الطريق ولف العجل ورجع طيران على البيت وهو دايس بنزين على الآخر، وقال لهارلين في التليفون بصوت حازم: اسمعني كويس، في سلاح متخبي في الاسطبل، روح هاته بسرعة واستخدمه عشان تحموا نفسكم لحد ما اوصل. لونا وهارلين سمعوا الكلام وجريوا على الاسطبل ينفذوا أمر أبوهم. في الوقت ده إيفريت وبليك كانوا في أوضة تانية وما كانوش عارفين لونا وأخوها راحوا فين، وكانوا قلقانين وعايزين يخرجوا يشوفوا ايه الدوشه اللي بره دي. وفجاه في عز التوتر ده تليفون إيفريت رن. مين؟ الرقم المجهول تاني. الصوت الغامض في التليفون حذرهم بنبره ترعب: اياكم تخرجوا من البيت دلوقتي، القمر قرب يكمل ويوصل لقمته، ولو قدرتوا تستحملوا وتعدوا اللحظه دي جوه البيت هتكونوا في امان وتنجوا. لكن إيفريت كالعاده دماغه ناشفه وعنيد. اول ما السكه قفلت بص لبليك وقال لها: يلا نخرج نشوف في ايه، وخدها وفتحوا الباب وخرجوا. يا ريتهم سمعوا الكلام وما خرجوش. أول ما طلعوا اتسمروا مكانهم والدم اتجمد في عروقهم. المستذئب الضخم اللي شافوه قبل كده كان واقف مستنيهم بره، عينيه بتلمع في الضلمة وأنيابه باينة. الرعب شل حركتهم تماما ووقفوا مستنيين الموت. بس الغريبة والمدهشة إن المستذئب بصلهم نظرة طويلة وبعدين لف وشه ومشي بهدوء من غير ما يلمس شعرة منهم. إيفريت استغرب جدا وكان هيتجنن. ليه ما قتلناش؟ هو مش المفروض وحش مفترس؟ لونا اللي كانت رجعت وشافت الموقف ردت بتفسير ذكي وعميق: يمكن احنا ما بقيناش فريسة بالنسبة له خلاص، يمكن احنا بقينا حاجة تانية. شوية وغريت وصل البيت وفرامل عربيته صرخت في المكان. نزل يجري يطمن عليهم، بس المرة دي هارلين واجهه بغضب ورمى في وشه صندوق الرصاص اللي لقيه في الاسطبل وزعق فيه: ايه ده يا بابا؟ ده رصاص فضة، انت مش عارف ان الفضة بتقتل المستذئبين؟ انت مجهز ده لمين؟ لينا احنا؟ انت ناوي تقتلنا؟ هنا غريت اتنهد تنهيدة طويلة وبان عليه الحزن والتعب، وقرر ان جه الوقت يحكي الحقيقة اللي دافنها في قلبه ومخبيها بقاله 16 سنة. جمعهم حواليه وبدأ يحكي بصوت واطي: زمان لما كنت لسه حارس غابة شاب ومتحمس، كنت في دورية عادية بلف في الجبل، وفجأة لقيت بحر ذئاب مهجور وفيه جروين صغيرين شكلهم يقطع القلب بيموتوا من الجوع والبرد. قلبي رق ليهم وما قدرتش اسيبهم، فقررت انقذهم واخدهم معايا. كمل غريت وعيونه مدمعة. بس اول ما شلتهم ودخلتهم بيتي حصلت المعجزة. كفوفهم الصغيرة اللي كانت مليانة فرو بدأت تتغير وتتشكل قدام عينيا وتحولت لإيدين أطفال بشريين. أنا اتصدمت وما كنتش مصدق اللي بيحصل، بس قررت أحتفظ بالسر ده وما أقولش المخلوق. ربيتهم وكبرتهم كأنهم ولادي بالتبني وسميتهم لونا وهارلين. أما حكاية رصاص الفضة اللي هارلين لقاها فكانت بسبب حادثة مرعبة حصلت للونا وهي طفلة صغيرة في ليلة قمر بدر. لونا قامت تمشي وهي نايمة وراحت ناحية الاسطبل وكأن في قوة خفية بتشدها وبتنده لها. الخيل اللي في الاسطبل أول ما شموا ريحتها وشافوها هاجوا وماجوا وحاولوا يرفصوها ويقتلوها. وفي لحظة خطر حقيقي لونا الصغيرة اتحولت لمستذئب لأول مرة عشان تدافع عن نفسها وتنجو. غريت لما شاف المنظر ده اترعب وخاف إن في يوم من الأيام الوحش اللي جواهم يسيطر عليهم ويأذوا حد، فعمل الرصاص الفضة ده كإجراء احترازي وملاذ أخير، بس عمره ما فكر ولا قدر يستخدمه ولا يعرف أصلا إذا كان
كان فعال ولا دي مجرد أساطير. في نفس الوقت في اسم الشرطة، أوستن الطالب الفضولي اللي بيحب التصوير كان قاعد بيتحقق معاه. أوستن ما كانش خايف ولا كان بيخبي حاجة، حكى كل اللي شافه بصدق وتفصيل. قال للمحققة: لما نزلت من الأتوبيس عشان أجيب تليفوني شفت حاجة غريبة جدا وسط الدخان الأسود. كان وحش ضخم ومرعب، طوله يجي 7 أقدام، جسمه كله متغطي بفرو أسود كثيف وعنده أنياب ومخالب تفرتك الحديد. المحققة كريستين كانت بتسمع كل كلمة باهتمام وتركيز، لأن دي نفس الأوصاف بالظبط اللي سمعتها ورسمتها من كلام طلاب تانيين، وده أكد شكوكها إن في وحش حقيقي ورا كل اللي بيحصل ده. أوستن حس إنه قال كل اللي عنده وزهق من كتر الأسئلة، فقام ومشي بغضب وساب القسم. كريستين ما حاولتش توقفه لأنها خلاص خدت الخيط اللي كانت محتاجاه. بعدها كريستين ركبت عربيتها وراحت لمكان السور المكسور اللي الطالب كونر اختفى من عنده. لقت هناك بقايا الجبس المكسر وحتت من الضمادة مشبوكة في السلك الشائك. عشان تفهم إيه اللي حصل، نامت على الأرض في نفس المكان اللي كونر كان محبوس فيه، وحاولت تتخيل المشهد بعينيه. وهي نايمة في سكون الليل سمعت صوت حركة وتقطيع جنبها. قامت مفزوعة وبصت، لقت الكبش المحروق اللي ظهر أول مرة عند الغابة واقف هناك بيبصلها، وجسمه كله متشرح وعليه آثار مخالب ضخمة وعميقة، كأن في وحش أكبر وأقوى منه هاجمه. غريت في البيت بعد ما حكى السر لولاده طلب من إيفريت وبليك إنهم يروحوا بيوتهم ويرتاحوا ويروحوا المدرسة تاني يوم عادي جدا، ويمثلوا إن مفيش حاجة حصلت وإن الأمور طبيعية، ويسيبوا له هو التصرف والتعامل مع الباقي. وقبل ما يمشوا، لونا عشان عارفة إن بليك ما عندهاش تليفون كتبت رقمها بقلم فلوماستر على دراع بليك عشان تقدر تكلمها لو حصلت أي طوارئ. إيفريت وبليك رجعوا بيوتهم وهم في قمة الحيرة والتعب، بس قرروا يسمعوا كلام غريت ويروحوا المدرسة تاني يوم كأن مفيش حاجة حصلت. أول ما وصلوا المدرسة، أوستن الولد اللي بيصور كل حاجة راح جري لإيفريت وهو باين عليه القلق، وقال له: يا إيفريت، أنا شفت حاجات مرعبة ومحتاج أتكلم معاك ضروري، حاسس إني هتجنن. لكن إيفريت كان واعد غارت إنه ما يتكلمش مع حد، فصده ببرود وقال له: أنا مش فاضي للكلام ده دلوقتي، عندي امتحان ومحتاج أركز. دخلوا لجنة الامتحان والهدوء مال المكان والكل مركز في ورقته. فجأة حصلت الكارثة. إيفريت حس بنوبة قلق شديدة وإيده بدأت تترعش وتتشنج وهو ماسك القلم، مش قادر يسيطر عليها، والقلم عمال يخبط في الورقة ويعمل صوت مزعج. ونفس الأعراض دي بالظبط ظهرت عند بليك في نفس اللحظة، كأنهم متوصلين بسلك خفي. قبل ما أي حد ياخد باله أو يتكلم، لونا وهارلين دخلوا اللجنة، وكان واضح وضوح الشمس إن هم كمان متأثرين بنفس الحالة العصبية والتوتر. طلع إن تواجدهم سوا في مكان واحد ومقفول بيشغل تأثير القطيع وبيخليهم عدوانيين وعصبيين جدا زي الذئاب لما تتجمع قبل الصيد، لدرجة إن هارلين وإيفريك مسكوا في خناق بعض وكانوا هيضربوا بعض قدام المراقبين والطلاب. بليك فهمت بسرعة إن وجودهم سوا خطر عليهم وعلى اللي حواليهم، وقررت تبعد فورا عشان مش عايزة تأذي حد بريء، وإيفريت وافقها في الرأي وخرج هو كمان. لونا وهارلين لحقوهم وحاولوا يهدوا الموقف بره. في الوقت ده في اسم الشرطة، غارت كان بيلعب لعبة خطيرة. راح للمحققة كريستين وقال لها إنه عايز يتعاون معاها عشان يقبضوا على الوحش اللي بيعمل الكوارث دي. المحققة شمت فيه ريحة مصلحة وقالت في نفسها: أخيرا خيط يوصلني للحقيقة. خدته من إيده وودته المشرحة عشان توريه جثة الكبش المحروق اللي لقيته عند السور. أول ما غارت شاف الجروح العميقة اللي في جسم الكبش، قال بلهفة وتأكيد: دي مخالب مستذئب، مفيش حيوان عادي يعمل كده. بس كريستين لسه مش مقتنعة 100%، وبصت له بشك وقالت له: وانت عرفت منين شكل مخالب المستذئب يا سي غارت؟ غارت حاول يداري وقال لها: خبرة السنين في الغابة يا حضرة المحققة، شفت حاجات كتير. على الجانب التاني، بليك روحت بيتها ولقت أبوها روبرتو اشترى لها تليفون جديد عشان يقدر يطمن عليها وهي بره، وقال لها إن طول فترة غيابها كان في راجل غامض بيتصل على تليفون البيت ويسأل عليها باستمرار، وأخوها الصغير داني هو اللي كان بيرد عليه. بليك قلقت وجريت تسأل داني: الراجل ده قالك إيه؟ داني اللي ما بيتكلمش كتير مسك الطباشير ورسم جملة واحدة مرعبة: من غيرهم مش هتعيشي. وفجأة التليفون الجديد اللي لسه شارياه رن. بليك اترعبت وما ردتش، خدت داني من ايده وقررت تبعد عن الموتيل وعن اي مكان ممكن يوصلوا لها فيه. راحت تشتغل في بارك عربيات، وقالت لإيفريت في التليفون ان الشغل ده هيساعدها تشغل وقتها وتنسى المشاكل دي شوية. لكن يا فرحة ما تمت، قبل ما الشفت بتاعها يخلص والليل يليل، عربية سودة غريبة وقفت وسدت مدخل البارك. السواق قاعد جواها صامت ومريب، لا بينزل ولا بيتكلم. بليك خافت يكون ده حرامي جاي يسرق العربيات وقررت تروح تشوف فيه ايه، بس لما لفت ورجعت
رجعت للمدخل لقت العربية اختفت كأن الأرض انشقت وبلعتها. في غيابها داني كان قاعد لوحده في كشك الحراسة بيلعب، سمع صوت خطوات تقيلة بره. بفضول الأطفال بص من الشباك وشاف المستذهب الضخم بيقرب منه وعينيه بتلمع في الضلمة. الولد اترعب واستخبى تحت الكرسي وهو بيترعش. إيفريت كان قاعد في بيته بيتفرج على التلفزيون وفجأة لاحظ حاجة غريبة جدا. كاميرات المراقبة بتاعة البارك اللي بليك بتشتغل فيه بقت معروضة عنده على شاشة التلفزيون، ولما بص حواليه شاف كشك الحراسة بتاع بليك ظاهر جوه صالون بيته بشكل سحري ومش مفهوم. بليك رجعت جري تدور على أخوها في الكشك بس مفيش فايدة، اختفى. دورت في كل حتة، طلعت السطح، نادت عليه بأعلى صوتها، مفيش أي رد. في يأسها راحت تتصل بالبوليس تستنجد بيهم، وأول ما قفلت السكة ورفعت راسها لقت إيفريت واقف في نص البارك وشايل داني على كتفه. بليك جريت عليه بلهفة تحضن أخوها وتطمن عليه، ولقت في إيد داني خصلة شعر رمادي غريبة وخشنة. سألت إيفريت بذهول إيه اللي حصل وإنت جيت هنا إزاي؟ إيفريت رد وهو مش مصدق نفسه، أنا كنت في بيتي وفجأة سمعت صراخك وكأنه جنبي، وبعدين لقيت نفسي هنا وشايل الولد، أنا مش فاهم حاجة. وفي اللحظة دي لونا وهارلين وصلوا يجروا وهم بينهجوا، وقالوا إنهم كمان سمعوا الصراخ وجم عشان يساعدوا. لونا بصت لإيفريت وبليك وقالت بتفسير عميق إحنا بقينا قطيع واحد يا جماعة، والمستذئب ده بيحمينا. طلع إن المستذئب ما أذاش داني، بالعكس هو حماه ودافع عنه، لأن داني ضرب بليك بالغلط وهو خايف، والمستذئب اعتبر ده اعتداء على حد من قطيعه. ونفس الكلام حصل مع ترينت لما زق هارلين عند الباب، المستذئب كان بيعاقبه عشان كده. وهم واقفين مذهولين وبيحاولوا يستوعبوا الحقيقة الجديدة دي، تليفون إيفريت رن تاني من الرقم المجهول. المرة دي إيفريت قرر يرد عشان يفهم مين ده وعايز إيه. الصوت الغامض حكى لهم قصة أسطورية عن الملك ليكان الروماني اللي زيه سخطوا وحولوا لأول مستذئب في التاريخ عشان قدم له لحم بشري، وقال لهم إن المستذئب اللي بيطاردهم ده بيقتل كل ليلة ضحية جديدة بسببهم هم الأربعة، وإن الحل الوحيد عشان يوقفوا شلال الدم ده إنهم يتحدوا مع بعض ويمنعوه. المجهول بعت لهم موقع على الخريطة وقال لهم بتهديد المستذئب هيضرب هنا الليلة. الشباب ركبوا العربية وطاروا على الموقع بسرعة جنونية، وهناك لقوا عربية مقلوبة ومتطبقة وجواها الدكتور اللي عالج إيفريت في المستشفى مقتول ومتقطع. حاولوا يخلعوا باب العربية عشان ينقذوه بس كان فات الأوان والراجل مات. فهموا إنهم لوحدهم وبقوتهم الحالية مش كفاية، وإن لازم يستنوا لبكرة ليلة اكتمال القمر عشان قوتهم تزيد مع اكتمال البدر ويقدروا يواجهوا الوحش ده ويوقفوه عند حده. تاني يوم الصبح الشباب رجعوا مدرستهم وهم شايلين هم الجبال، بس المفاجأة كانت مستنياهم على باب المدرسة. لقوا عربيات البوليس مالية المكان، والمحققة كريستين ومعاها جاريت بيحققوا مع طالب اسمه سايرس. ليه؟ لأن سايرس ده كان أول واحد عرف وراح أحسن مكان عالي في المدينة عشان يتفرج على الحريقة وهي بتبدأ، وده خلاه المشتبه به الأول في قضية إشعال الحريق. الشباب إيفريت وبليك ولونا وهارلين حسوا إن الدايرة بتضيق عليهم، فاتجمعوا في الحمام بعيد عن العيون عشان يخططوا. المتصل المجهول كان باعت لهم عنوان جديد على التليفون وقال لهم إن ده الهدف الجاي للمستذئب. العنوان كان بيت زميلتهم تيا، ومن حظهم أو سوء حظهم تيا كانت عاملة حفلة كبيرة في بيتها الليلة دي بالظبط وعازمة نص المدرسة. دي كانت فرصة مثالية إنهم يدخلوا الحفلة وسط الزحمة والمزيكا العالية من غير ما حد يشك فيهم ويراقبوا الموقف عن قرب. في الوقت ده إيفريت وهو بيتمرن في الجيم مع هارلين عشان يهدوا أعصابهم جات له فكرة علمية مجنونة. بص لهارلين وقال له بقول لك إيه، مش أنت ولونا كنتوا ذئاب وتحولتوا لبشر؟ طب لو طبقنا قوانين الفيزياء زي قانون بقاء الطاقة وقانون نيوتن الثالث، مش المفروض نقدر نعكس العملية دي ونحولكم تاني لذئاب؟ أو حتى نستخدم نفس القوانين دي عشان نرجع المستذئب اللي بيطاردنا لإنسان طبيعي. الفكرة كانت عبقرية بس محتاجة تجربة، والأهم دلوقتي إنهم يروحوا الحفلة ويمنعوا الكارثة قبل ما تحصل. عشان يدخلوا في جو الحفلة ويبانوا طبيعيين هارلين جاب معاه فطر هلوسة مشروم ووزعوا عليهم، كلوا منه ودخلوا بيت تيا وسط الدوشة والمزيكا العالية. على الجانب التاني المحققة كريستين والبوليس سابوا سايرس يروح بعد ما حققوا معاه وراحوا للمكان العالي اللي هو دلهم عليه، وباستخدام طيارة درون لتصوير المكان من فوق وخبرة جاريت في دراسة الغابات اكتشفوا إن المكان ده فعلا كان نقطة الانطلاق اللي المجرم استخدمها عشان يرمي منها مادة حارقة بالدرون ويولع في الغابة. وبعدين وقف يتفرج على الحريقة كأنها فيلم سينمائي، كأنه كان قاصد يصحي حاجة نايمة جوه الغابة. نرجع للحفلة. وسط الرقص والهزار حصل
المواقف قلبت الموازين. هارلين وهو بيريح شوية على جنب اتعرف على سايرس اللي كان لسه واصل الحفلة. هارلين بفضول حب ياخد رقم سايرس عشان يكلمه بعدين، بس أول ما رن عليه الغريبة إن الرقم ظهر عنده على الشاشة رقم مجهول، وده خلى الشك يدخل قلب هارلين. وفي حتة تانية في الحفلة أوستن الفضولي كان ماسك تليفونه وعمال يصور الناس وهم مش واخدين بالهم. بليك لما شافته كالعادة ما قدرتش تمسك أعصابها، خطفت التليفون من إيده ورمته بكل قوتها في نص المسبح الكبير اللي في الجنينة. أوستن اتجنن ونط بهدومه في المية عشان يلحق تليفونه الغالي، بس أول ما غطس تحت المية وفتح عينيه الدم هرب من وشه. شاف خيال مرعب اسود ضخم مستذئب بيعوم تحت المية وبيقرب منه بسرعة. أوستن طلع يجري على سطح المية وهو بيصرخ مفزوع، ومحدش من اللي واقفين صدقه وافتكروه سكران أو بيهزر. في الوقت ده كريستين وظابط تاني كانوا بيلفوا حوالين مبنى مهجور قريب من بيت تيا بيدوروا على أي دليل، وهم بيكشفوا بالكشافات لقوا جثث كتير مرمية فوق بعضها في بير أسانسير قديم. المنظر كان بشع وريحته تقلب المعدة. الظابط سألها برعب مين السفاح اللي يقدر يعمل المجزرة دي. كريستين ردت ببرود تام وهي بتبص للجثث، ده مش شغل سفاح عادي يا حضرة الظابط، ده شغل مستذئب ومفيش شك في كده. الشباب في الحفلة بدأوا يحسوا بالخطر بيقرب. إيفريت لمح واحد زميله واقف في كورنر بيترعش وبيتكلم كلام غريب ومش مفهوم، ولما إيفريت قرب منه عشان يهديه ويعلمه يتنفس بالراحة الولد قال له برعب أنا مش فاكر اسمي، أنا حاسس إن في حاجة هتاكلني. وفجأة النور بتاع الحفلة كله قطع وبقت ضلمة كحل، ولما النور رجع بعد ثواني الولد كان اختفى كأنه فص ملح وداب. سايرس تطوع بشجاعة إنه يخرج الجنينة الضلمة يدور عليه، وهارلين خاف عليه وصمم يروح معاه عشان يحميه. وهم ماشيين في الغابة الصغيرة اللي ورا البيت هارلين بحواسه القوية حس بحركة غريبة وراهم وطلب من سايرس يرجعوا، بس سايرس كان عايز يستغل الفرصة ويقعدوا يتكلموا لوحدهم. وفجأة وهم قاعدين على الأرض هارلين بص ورا سايرس وشاف المستذئب الضخم واقف رافع مخالبه، وفي نفس اللحظة دي بالظبط المحققة كريستين ظهرت من وراهم ومعاها مسدسها، والبوليس وغارت وصلوا على صوت حركة غريبة، ضرب نار اشتغل في الهواء وغارت تواجه الوحش وجها لوجه. كريستيان بدل ما تضرب نار على الوحش نزلت سلاحها وحاولت تتفاوض معاه بصوت هادي، وقالت له إنها فاهمة إنه مش قادر يسيطر على غريزته وإنها تقدر تساعده وتبقى المرشد بتاعه لو وافق يسلم نفسه. الوحش زقر زقرة خفيفة كأنه بيرد عليها، بس قبل ما يعمل حاجة باقي البوليس وصلوا بكشافاتهم، فالمستذئب هرب واختفى في الغابة أسرع من البرق. ولما المأمور جيسون سأل كريستيان وجارت هم شافوا إيه وليه ضربوا نار، الاتنين بصوا لبعض وبكذب واضح ده كان دب اسود كبير يا فندم وهرب. البوليس مشي وغارت امر لونا وهارلين يرجعوا البيت فورا وقفل عليهم. إيفريت رجع بيته وهو ميت من التعب، ولقى ابوه ديفيد مستنيه في الصاله ومعاه علبه دواء القلق بتاعه. ديفيد بصوت غريب ومخيف اجبر إيفريت ياخد الدواء قدام عينيه. إيفريت عمل نفسه بلع الحبوب وبعدين دخل الحمام وتفهم في الحوض. في بيت تيا الحفله خلصت والكل مشي، وهي كانت بتعوم لوحدها في المسبح بتصفي دماغها. حست حركة غريبة فوقيها، ولما بصت للسقف الزجاجي شافت خيال ضخم واقف بيتفرج عليها. أوستن اللي كان لسه نايم جوه من تأثير المشروم صحي على المنظر ده وشاف المستذئب وهو بيبص لتيا. تاني يوم الصبح الشمس طلعت وكشفت حقيقة جديدة، طلع إن سايرس مش هو المتصل المجهول الشرير. سايرس اعترف لهارلين إنه كمان بيجيله مكالمات تهديد من مجهول بيسأله عن أبوه اللي مات في الحريقة من 16 سنة. سايرس ما كانش عايز حد يزعجه أو يطلع إشاعات عن أبوه الشهيد. هارلين بسمعه القوي سمع دقات قلب سايرس منتظمة، فعرف إنه بيقول الصدق ومش بيكذب. سايرس جمع الشباب كلهم وحكى لهم السر الأكبر: أبويا مات في الحريقة، بس جثته هو وزمايله المطفيين عمرهم ما لقوها. الحقيقة إن في ناجي وحيد بس من الحريقة دي، شخص واحد طلع من النار دي عايش. يا ترى مين هو الناجي الوحيد ده؟ وهل هو اللي بيعمل المكالمات المجهولة ولا هو المستذئب نفسه اللي رجع ينتقم؟ الأسئلة كترت والخطر لسه محاوط القطيع. توتة توتة، خلصت حكايتنا لحد هنا يا سادة، وربنا يستر من اللي جاي. أشوفكم الجزء الثالث. سلام.